السلام عليكم. في درس النهارده هنتكلم ازاي صاحب المكان يفكر تفكير عملي انه يعمل المكان بتاعه سمارت. انت صاحب عندك شقة او عندك فيلا، فمن فضلك امسك ورقة وقلم في ايدك وامشي في المكان بتاعك. شوف انت عندك كم غرفة وعاوز تعمل كل غرفة ايه بالظبط. هل هتتحكم في الاضاءات وفي مكيف او في تي في؟ هل هتعمل ستائر في الغرفة؟ هل هتعمل حساسات اوتوميشن؟ الكلام ده كله اكتبه في ورقة. وطبعا لو كل غرفة لها ظروفها اكتب بالظبط انت هتعمل ايه في كل غرفة. وتخيل اللي انت هتعمله لو كنت اتفرجت على فيديوهات او شفت السمارت او بتحلم انك تعمل حاجة معينة في دماغك. فانت في الورقة ديت حدد، اعمل مربعات كده واكتب اسم الغرفة واكتب انت هتعمل فيها ايه بالظبط. وانا انصح حضرتك انك ما تزودش في خطوط الاضاءة، يا ريت يبقى 3 حاجات تتحكم فيهم، وليكن اضاءة مخفية وسبوتات ونجفة او سبوتات واضاءة مخفية. المهم تاخد وش 3 خط فقط للغرفة عشان ما تكلفش نفسك. بالنسبة للريسبشن، بتشوف الريسبشن بتاعك مقسوم قطعتين او قطعة واحدة وتبدأ تعمل فيه زي ما عملت في الغرف، وتبدأ تحدد انت عايز تعمل ايه بالظبط وتكتب نوتس او ملاحظات باللي انت عايز تعمله. عايز تعمل حمايات ضد تسرب الغاز وتسرب المياه، اعمل الكلام ده. عايز تعمل انذارات ضد السرقة او حاجات تبين انك موجود في المكان لو انت مش موجود وبتغيب عن المكان بتاعك فترات كبيرة، كل الكلام ده اعمل بملاحظات وارسمه كده بايدك وتخيله. الحاجة التانية، حاول تحدد البراند اللي انت هتشتغل بيه. هل هتشتغل واي فاي، هتشتغل وايرد، هتتعامل مع اي منتج، وابدأ شوف عن المنتج ده فيديوهات او اسأل الناس اللي شغالة في المجال. بس نصيحة لحضرتك، يعني ما تسألش كتير، ما تسألش كتير قوي، اسأل بس ما تسألش كتير، ما تسمعش الناس كتير. انت اسأل يوم يومين، حدد هدفك، قرر، نفذ. لان انا قابلت ناس كتير عندها نوع من عدم الاستقرار في الرأي والتذبذب. بيسأل شخص بيقول له على حاجة معينة، بيسأل شخص تاني يقول له على حاجة معينة، يبدأ تفكيره يتغير. يسأل شخص تالت يقول له على حاجة تالتة. طبعا الكلام ده احنا ما بنرميش الحمل او ما بنرميش اللوم على صاحب المكان بقدر ما احنا برضو بنرمي اللوم على الناس اللي شغالة في المجال. مش لازم كل واحد يبقى متحيز للبراند اللي شغال فيه، لا، لازم تقول لو عندك خبرة في كذا حاجة انصح العميل حاجة الافضل ليه، بصرف النظر هياخد منك او من غيرك او هيشتغل في البراند اللي انت شغال فيه او براند غيره. ده مهم جدا لان الامانة مطلوبة والارزاق بايد الله. مفيش اي بني ادم هيتوفاه الله بدون ما يستوفي كل رزقه، دي حاجة اكيدة لازم كلنا نبقى عارفينها يعني. طيب هنتكلم عن الراجل اللي هيعمل الشغل، سواء شركة او سواء فني. حضرتك لما تروح تعمل معاينة عند عميل، انا عايزك تسهل له المواضيع، ما تصعبهاش يعني، وتعمل له اللي هو محتاجه مع بعض من النصايح لو حضرتك عندك خبرة في المجال. وانا يعني عن نفسي انا دايما بحترم الراجل اللي بيشتغل في حاجة يفهمها. الراجل اللي ما بيشتغلش في حاجة هو فاهم فيها، ده يعني مش كويس، مش كويس ليه ومش كويس لغيره. مفيش مشكلة لما انت تبقى مش فاهم، ولكن لازم تتعلم ويبقى عندك سرعة بديهة في التعلم، وتعمل دايما ابجريد او تعمل دايما
تطوير لنفسك. لما بتعمل تطوير لنفسك وتشتغل على نفسك بتتعلم بسرعه، ما بتاخدش وقت، وده مهم جدا. حضرتك بتخش على العميل برضو زي ما احنا قلنا للعميل قبل كده، انك تخش تحدد عدد الغرف وتسال العميل انت عايز تعمل فيها ايه بالظبط، وتنصحه بالحاجه الافضل والحاجه الاسهل والارخص، مع عدم المساس بالكواليتي، يعني مع عدم المساس بجوده المنتج. يعني اعمل له السهل الممتنع، لان زي ما احنا قلنا احنا بنتعامل مع بعض بعلاقاتنا الانسانيه، مش مجرد حد بياخد من حد فلوس ويجري. ده الموضوع ده مش كويس خالص. فانت حضرتك تخش تشوف الشقه محتاجه ايه، تحدد العناصر اللي صاحب المكان عايز يعملها، تتصل بالشخص اللي انت بتتعامل معاه تساله على اسعار الحاجه، وممكن الراجل اللي بتبيع الشغل سمارت ممكن يقول لك الشغل دوت ثمنه كذا ثمنه للعميل كذا، وانا من عندي ليك انا هعمل لك كوميشن معين، عايز انت تاخده خده، عايز تدي للعميل دي للعميل. في ناس يقول لك لا انا بديك بسعر العميل، انا ماليش دعوه بيك. فده وارد وده وارد، ولكن زي ما احنا قلنا الامانه مطلوبه، الامانه مطلوبه، الامانه مطلوبه. وحضرتك برضو يا سياده المهندس او الفني برضو تاخد ورقه معاك، ورقه ما تعملش على الموبايل، ورقه معاك وقلم، وحدد الحاجات وطبقها وحطها في جيبك، واما تروح المكان بتاعك تبدا تعمل للراجل على الكمبيوتر او على الموبايل او على الشغل اللي انت بتشتغله، اعمل له المقايسه واديله الاسعار، وحدد له وقت الاسعار دي، لان السوق متغير يوميا اسبوعيا، احنا ما نعرفش هنا في مصر احنا شغالين ازاي. فانت حط النقط على الحروف، وعشان تبقى صادق ما تخلفش بوعدك مع صاحب الشغل.